بيبدأ فيلمنا واحنا بنشوف أول ملك لأوروبا وهو بيقود جيش عشان يهاجم تنين، وبيوصلوا للكهف اللي كان فيه التنين، بس كانت مهمة انتحارية عشان التنين كان له اليد العليا من البداية، وقتل التنين كل الجيش واحد ورا التاني بمنتهى السهولة، وده ساب الملك تحت رحمة التنين. بعدها بنروح لكام قرن قدام عشان نشوف مملكة ضعيفة وفقيرة متحوطة بأراضي بايرة، وبنشوف الاميرتين بتوع المملكه اللي بنعرف ان اسمهم ايلودي وفلوريا، اللي كانوا بيعملوا كل حاجه يقدروا عليها عشان يساعدوا شعبهم. وفي يوم في كاهنه بتزورهم عشان تقدم لهم عرض جواز للاميره ايلودي، وبنعرف ان الملكه ايزابيل اللي بتحكم مملكه اوريا بتدور على عروسه لابنها الامير هنري، ووالد ايلودي اللورد بيرفورد كان فرحان بالعرض ده، وكمان اجبر بنته على ان هي تقبل عرض الجواز. وايلودي ما كانتش موافقه في البدايه، بس انتهى الموضوع بانها توافق عشان مصلحه شعبها. وفي اليوم التاني بيروحوا لمملكة أوريا عشان يتمموا الجوازة، وبعد كام ساعة من السفر وصلوا أخيرا لمملكة أوريا اللي بنعرف إنها مملكة كبيرة وقوية، بس انبهروا بالقصر بتاع مملكة أوريا لأن المملكة كانت متحوطة بأراضي خصبة وزرع كتير. ولما وصلوا استقبلهم الحارس الملكي بتاع القصر اللي وراهم اوضهم وطلب منهم ان هم يستنوا عشان العائله الملكيه كانوا بيصلوا. وفي الوقت اللي كانوا مستنيين فيه في اوضهم بتلاحظ ايلودي واحده تانية في الشباك اللي كان في مبنى تاني، والاتنين بكل تلقائيه ابتسموا لبعض. وفي اليوم التاني ايلودي بتروح للملكه ايزابيل والامير هنري، والملكه واللورد بيفورد بيروحوا عشان يتفقوا على تفاصيل الجواز، في الوقت اللي كانت ايلودي وهنري لوحدهم عشان يعرفوا بعض اكتر. وبتسال ايلودي هنري لو هو مبسوط بجوازتهم سوا، وقال لها انه مبسوط، بس لما سالها ان كانت هي مبسوطه بالجوازه ولا لا قالت له الحقيقه ان هي وافقت بس عشان مصلحه شعبها مش اكتر، وان هي بتحب حد اسمه مايك. وكملوا كلامهم مع بعض، وبنعرف ان عندهم رغبات مشتركه وهي ان هم يسافروا ويشوفوا العالم كله. وبعدها بيروحوا عشان يركبوا الخيل مع بعض عشان يوريها هنري الاراضي بتاعت المملكه. وفي الوقت ده بيخرج اللورد بيفورد بعد ما خلص كلامه مع الملكه ايزابيل، بس كانت تعبير وشه غريبه، وبتساله مراته لو هو كويس لان هي حست ان في حاجه غلط، بس قال لها انه كويس ومرضيش يقول لها على اي حاجه عشان تروح تتكلم مع الملكه ايزابيل اللي كانت بتحاول تكون صاحبتها، بس الملكه ايزابيل بتكلمها بقله ذوق، وده خلى مرات بيفورد تحس ان في حاجه فعلا غلط. وبتروح بعدها اوضه ايلودي عشان تحاول تقنعها ان هي ترفض الجوازه، واكدت عليها ان في حاجه غلط بتحصل وان هي مش مرتاحه للمكان وان المفروض ما تثقش فيهم ابدا. بس على الرغم من كل ده ايلودي بتتجاهل كلامها وبتقول لها ان الامير هنري شخص لطيف، وبترفض تسمع كلامها. والجوازه بتكمل تاني يوم، وبتعلن الملكه بشكل رسمي ان ايلودي تبقى الاميره الجديده لمملكه اوريا. وبعد الحفله بياخد هنري ايلودي عشان يطلعوا على الجبل عشان يعملوا طقوس قديمه لمملكه اوريا، واللي بيعرفها هنري ان دي طقوس بيعملوها في اي جواز عشان يكرموا اسلافهم. بس لما وصلوا هناك لقت ايلودي الملكه لابسه لبس كهنه اللي كان لونه احمر، وادت ايلودي كوين. بعدها اخدتهم فوق على المذبح وبدات تحكي قصه وتاريخ مملكه اوريا لما جه اجدادهم هنا لاول مره وبنوا مملكتهم عشان يلاقوا وحش عايش في نفس الارض اللي كان بيقتل وبيدمر بطريقه عشوائيه، وده خلاه يدمر القريه كلها، وده خلى الملك يجمع الجيش بتاعه عشان ينتقم لشعب. بس مع كل ده ما كانوش ند للوحش باي شكل من الاشكال، وده خلى الملك يضحي ببناته الثلاثه عشان سلامه مملكته. ومن وقتها هم بينفذوا الطقوس دي عشان يضمنوا سلامه وامان المملكه في المستقبل. بعدها بتقطع ايزابيل ايد ايلودي وايد هنري وجمعتهم مع بعض عشان تعلن ايلودي كواحده من العيله الملكيه وان دمها بقى ملكي دلوقتي. وبتكمل الطقوس بان ايلودي بترمي الكوين في الحفره. بعدها بيشيلها هنري وهو بيقول لها ان هم هيروحوا دلوقتي، وبيمشي ناحيه المخرج. بس وهم ماشيين في الطريق بيرمي ايلودي بشكل غير متوقع، وده خلى ايلودي تتخبط في اغصان الشجر قبل ما تقع على الارض. وبعدها بحبه بتفوق ايلودي عشان تلاقي نفسها في كهف ضلمه وغويط، وان هي مستحيل تقدر تطلع لفوق من الحفر عشان تبص حواليها وتلاقي متعلقات اللي بتكون بتاع اميرات تانيين، وده خلاها تفهم ان هي بيتضحى بيهم زيها. وبعد حبه بتسمع صوت غريب اللي كان جاي من مكان قريب، وده خلاها تمشي ناحيه الصوت عشان تلاقي طائر صغير النار ماسكه فيه، وده خلى ايلودي تحاول تطفيه عشان تلاقي سرب من نفس الطيور اللي كانت مولعه برضه بيطير ناحيتها. وبعدها بتقابل الوحش اللي كانوا بيتكلموا عنه، اللي كان بيقول انه شامم ريحه دم ملكي جايه من ايلودي، وده خلى ايلودي تفهم ان ده
دم هنري اللي اتخلط بدمها. بعدها التنين بيبدأ يهاجم إيلودي، وده خلى إيلودي تهرب بيأس عشان ما تموتش. بس لما كانت بتهرب لقت جثة اللي بتكون لنفس الست اللي ابتسمت لها قبل كده من الشباك، وبتفهم ان هي كانت واحدة برضو من التضحيات. بس مع كل ده إيلودي ما كانش عندها وقت وبتكمل جري في الكهف جوه، وقدرت بشكل ما تهرب من التنين عن طريق ان هي تستخبى في حفرة كانت في الكهف. بس للأسف رجلها اتحرقت وهي بتهرب من النار بتاعة التنين. إيلودي اتحملت عشان تلف رجليها بقطعة قماش، واستعملت قطعة من الاكسسوارات بتاعها عشان تنور بيها الطريق لان الكهف كان ضلمه. وبعدها بتسحب في حفرة صغيرة وبتخرج عشان تلاقي نفسها في كهف تاني مضيء اللي كان فيه حاجة زي الدود اللي قربت له ببطء عشان تلاقي حفرة كانت في النص. بس إيلودي استجمعت كل شجاعتها عشان تنط الناحية التانية وقدرت توصل، بس الأرض كانت بتزحلق وده خلاها تقع لتحت ببطء. بس لحظها إن فستانها كان فيه قطعة اكسسوار شبكت بين الحجرين، وبعدها بتستعمل بنسة الشعر بتاعتها عشان تتسلق بيها. بعدها إيلودي بتطلع فوق وبتجمع الدود عشان تستعمله كمصدر ضوء عشان تقدر تكمل رحلتها في الكهف. بس بعدها بتلاقي بركة مية وده خلاها تشرب لأنها كانت عطشانة، بس المية بتاعت البركة بتكون ملوثة، وعشان تروي عطشها بتروح عشان تشرب النقط اللي كانت بتنزل من قطعة تلج كانت في الكهف. بس بعد فترة صغيرة التلج بدأ يسيح بشكل غريب، وبنفهم إن التنين قريب وبينفخ نار ناحيتها. ومن غير ما إيلودي تضيع وقت هربت وفادت النار بتاعت التنين بأعجوبة عشان تلاقي كتابة على الحيطة اللي بتكون المكان آمن هنا، وده خلاها تستغرب مين اللي كتب ده. بس لما كانت بتبص حواليها في الحفرة لقت أسامي ستات تانية اللي تم التضحية بيهم قبل ما هي تيجي. بس بعد حبة بتنام لأنها تعبت، ولما إيلودي بتصحى بتتخض لما بتلاقي الدود لازق على الجرح اللي كان في رجليها، وده خلاها تشيلهم بسرعة عشان تكتشف إن الجرح اللي كان على رجليها اختفى، وده خلاها تفهم إن الدود ده بيقدر يعالج الإصابات والجروح لأن كل إصاباتها وجروحها اتعالجت بطريقة غريبة. بعدها إيلودي بتبص قدامها عشان تلاقي خريطة منحوتة على الحيط، ومن غير ما تضيع وقت حفظتها قبل ما تكمل طريقها، وبتوصل عشان تلاقي كريستال، وبخلاف إن هي بتلاقي التاج اللي بيكون بتاع أميرة تانية، وبتفهم إن هي قدرت تخرج من نفس الطريق، وده خلاها تفرح واداها شكل من أشكال الأمل عشان كانت فاكرة إن هي خلاص هتهرب. بس مع كل ده فرحتها ما كملتش لما لقت إن الفتحة دي بتكون على قمة الجبل نفسه، وده خلاها تنهار وتعيط لما فهمت إن هي بقت وليمة للتنين. بس بعدها لاحظت إن في ناس تحت، وده خلاها تحس بشكل من أشكال الأمل. وإيلودي كانت بتصرخ بصوت عالي عشان تلفت انتباههم، بس هي ما لفتتش غير انتباه التنين. وبعدها بيقرب منها التنين وهو خلاص هيبخ نار عليها، بس فجأة بيسمع التنين صوت حد بينادي على إيلودي، وده خلى إيلودي برضو تتتبع الصوت عشان تلاقي 3 تنانين لسه مولودين. وفي اللحظة دي بتفهم إن قصة إيزابيل كانت كلها كده، وإن الملك في الأساس قتل التنانين الصغيرة من غير أي سبب، وطبعا ده خلى أم التنانين تقرر تنتقم لأطفالها. بس إيلودي كملت ماشي ورا الصوت عشان تلاقي والدها ومعاه كام واحد تاني اللي جم عشان ينقذوها. بس قبل ما تقدر إن هي توصل له التنين بيجي وبيهاجمهم وبيقتلهم واحد ورا التاني. وإيلودي جريت على باباها وهو بيموت اللي اعتذر لها عن اللي عمله وقال لها ازاي تخرج، وانه اسف ان هو ضحى بيها حتى لو عشان مصلحه المملكه، وقال لها عن السفينه اللي هم جم فيها اللي مراته مستنياهم فيها. وإيلودي اتصدمت من وفاه والدها بس ما كانش عندها اي وقت تضيعه وكملت في طريقها عشان تهرب. بس وهي بتعمل كده التنين اخد باله وجري ناحيتها على طول وبخ نار عليها، بس إيلودي قدرت تخرج بصعوبه عشان تهرب من الجبل عشان تاخد حصان والدها وتجري بيه بعيد عن الجبل. بس التنين كان بيطاردها وده خلاها تسيب الحصان وتستخبى تحت حجر. بس التنين لما ما قدرش يوصل لها او يعرف مكانها حرق المنطقه بتاعت الجبل كلها في لحظات. ولما لاحظت إيزابيل اللي بيحصل وهي كانت في القصر بتاعها فهمت ان تضحيه إيلودي ما كملتش وان هي قدرت تهرب من التنين، وده خلاها تروح لسفينه بيفورد واثرت فلوريا عشان تستعملها كبديل لإيلودي. ولما كانت مرات بيفورد بتحاول تنقذها منهم الملكه طعنتها، وده سبب جروح خطيره. بس على الرغم من كل الوجع اللي كانت حاسه بيه قدرت مرات بيفورد بشكل ما تروح ناحيه الجبل وقابلت إيلودي عشان تقول لها كل اللي حصل على السفينه، وده خلى إيلودي تتجنن عشان هما هيضحوا باختها، وده خلاها تروح عشان تنقذ اختها وتنتقم منهم. وفي نفس الوقت إيزابيل بتاخد فلوريا عند المذبح وبتطلب إيزابيل ايد ابنها عشان تدمج دمه بدم فلوريا، بس ابنها بيرفض كلامها وبيعترض وبيقول لها ان هي مجرد طفله. بس اتجاهل الكلام والملكه قطعت ايديها
وخلطت دمها مع فلوريا قبل ما ترميها في الحفرة للتنين تحت. وفي الوقت اللي وصلت إيلودي فيه كان فات الأوان عشان مش بتلاقي حد هناك، وفهمت إن أختها باتت الضحية البديلة للتنين، وده خلاها قرر إن هي تنقذها مهما كان التمن، وعملت زي فخ عشان تلفت انتباه التنين. بس لما نزلت تحت لقت المكان اللي كان مقتول فيه التنانين الصغيرة، وأخدت السيف بتاع بابا واستعملت بعدها الحبل عشان تقدر تنزل تحت في الحفرة. ولما إيلودي وصلت هناك شغلت الفخ والتنين جري ناحيته، واستغلت الفرصة عشان توصل لأختها. بس قبل ما يقدروا يهربوا التنين بيرجع ليهم تاني. بتطلب إيلودي من فلوريا إن هي تستخبى في الوقت اللي قررت فيه إن هي تواجه التنين بنفسها. ولما واجهت التنين إيلودي شرحت له إن البنات دول مش من مملكة فلوريا، دول من مملكة تانية، وإن هي كانت بتخلط دمهم بدم ابنها. بس التنين ما بيصدقهاش وبيبدأ يهاجمها. بس في وسط ما كانوا مشتبكين بتقدر إيلودي تطعنه في عينه وتسبب له إصابة. بس بتجيلها فكرة تانية وقتها عشان تخلص منه، وبتروح تقف عند حيطة تانية عشان تقول له هات كل اللي عندك وهاجمني، عشان ينفخ نار وتخبط في الحيطة وبتفاديه وبيرد تاني على التنين وبيحرق نفسه. ودلوقتي بعد ما التنين وقع بتوري له إيلودي الجرح اللي كان في ايديها، وبتشرح له ازاي هو بيشم ريحة دم ملكي جاي منها. وده خلى التنين اخيرا يفهم ان هما كانوا بيضحكوا عليه، وطلب التنين من إيلودي ان هي تنهي حياته. بس إيلودي ما كانتش قاسية زي إيزابيل، وبخلاف كل ده ما كانتش عايزة تأذي التنين، وبدل ما تنهي حياته قررت تشفي جروحه باستعمال الديدان اللي كانت في الكهف. بعدها على طول بترجع إيلودي للقصر عشان تبوظ الجوازة التالتة، وراحت للعروسة عشان تشرح لها اللي هما كانوا عايزين يعملوه. وبعد ما هربت بصت لهم وقالت لهم انتوا كلكم اعدائي، واستهزأوا بيها عشان هي كانت لوحدها عشان يوصل التنين ويحرق المملكة كلها ويحولها لرماد. وبنشوف إيزابيل وهي بتختفي، ومن غير ما يضيع وقت حرق المملكة كلها. وبيخلص الفيلم بإيلودي وفلوريا ومرات بيفورد وهم في السفينة مروحين ومعاهم التنين اللي كان بيحميهم بس. وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد.